مش قادرة أتخيل إنه في ناس بتكرهنا من غير ما تتعامل معانا. ناس تشوفك كده تلاقي عينيها بتطج شر من ناحيتك، محطوط سم في دماغها عنك، وإنت أصلا مفيش في يوم من الأيام تكلمت معاهم لا حلو ولا وحش، ونظرتهم تحسسك إن أنت ماكل ورثه وهاتك عرضه و... وفي طار بينكم وإنت أصلا ما تعرفوش. بس تبص كده تلاقي فلان ده اللي بيكرهك بدون سبب في بيت فلان، شرب كوباية شاي مع فلان، قعد مع فلان، فزرع فساد في دماغه وكره وبغيضة منك على طول. يعني أتذكر الآية 49 من سورة الأنفال، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. البني آدم اللي بيزرع كره في دماغ الناس فساد وبيحض على الكره والبغيضة لمجرد انه بيكرهك، ربنا حطها لك في الآية دي اهو، قالك وذهاب الريح دي يعني اللي باكلها راحت. وحاجة كده بترطب على قلبي لما بتذكر كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل الجنة قناط. قناط نقال الكلام اللي بيفسد علاقات الناس ببعضيها وهي قاعدة في أمان ما تعرفش اللي بيحصل من وراها. ليه الناس بيكرهوا الناس فينا من غير ما يعاشرونا؟ طب ليه بتكرهنا من غير ما تعاملنا؟ يا أخي الدين معاملة، عاملنا. ما يمكن فلان بيحقد منا وبيغل منا، تظلمنا ليه؟ تظلمنا ليه؟ انت لو فاكر الكلمة اللي بتطلع منك عشان تكره فلان او تكره الناس في فلان دي هتعدي على ربنا، مش هتعدي. ده مش كلامي، ودي رسائل ربنا لينا. يعني هفضل اقول: اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق بنبأ فتبينوا. يا عمي لما تسمع عن فلان تبين من غير ما تواجهه، من غير ما تقول له. حاول تتعامل معاه، حاول تتأكد انه الشخص ده انسان كويس او وحش. في ناس والله العظيم تحرص الناس من بعضيها خوفا على الناس، والناس دي بتطلع دايما بحاجة وحشة. يعني انت حرصت عشان خاطر خايف عليه فيطلعك انسان وحش. وفي ناس بتكره الناس فيك من غير ما تعرفها اصلا، ولا عشت ولا قعدت ولا رحت ولا جيت معاها وانت اصلا ما تعرفهاش. فده بقى بيعتبروه تعظيم سلام. بجد والله ربنا يعينكم على حملكم. يعني انا مش عارفة يعني هو ده تطوع منكم ولا ده حب كلام وخلاص، ولا ده فضا، ولا ده ايه بالظبط؟ ده ايه بالظبط؟ يعني لما تكون انسان قال كلام وفتان وفساد والكلام ده كله، ده ايه؟ ربنا يشغلكم بنفسكم يعني.